السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. في الساعات الأخيرة كلنا شاهدنا ترند كان يعني مغرق صفحات السوشيال ميديا، وهو عبارة عن إن ما بين الفنان أحمد العوضي وما بين رضوى الشربيني. كان الفنان أحمد العوضي طلع في لايف وكان بيكلم متابعيه ان هو اعلى مشاهدة في خلال ال3 سنين اللي فاتوا. يعني بيتكلم على اعماله، بيتكلم على المسلسلات اللي هو كان بطلها، وان هو كمان ان شاء الله باذن الله انتظروا منه المسلسل القادم في رمضان انه هيكون الاعلى مبيعا والاعلى مشاهدة، وهو بيتكلم عن نفسه ان هو اعلى اجرا. فطلعت المذيعة رضوى الشربيني بتقول له طب يبقى افتكر مين اللي خلاك كده ومين اللي خلاك وصلت لكده. وكمان دخلت معاها في الحوار الإعلامية آه، والإعلامية ريهام سعيد. قعدوا كلهم يتكلموا معاه، وكمان ياسمين عز دخلت في الموضوع. كلهم يقولوا له طب يبقى افتكر مين اللي خلاك وصلت لكده ومين اللي وصلك، وانك انت محدش كان يعرفك، وانك انت ما بقتش نجم الا من خلال لما جوازك من فنانة زي الفنانة ياسمين عبد العزيز. طبعا كانت طلعت ياسمين عبد العزيز واتكلمت مع منى الشاذلي، وهي بتسألها، بتقول لها هو انت فيكي حزن، سبب الحزن ده يكون سببه ان مثلا كنت في علاقة حب و... يعني وحزنت فيها او حصل كسرة ليكي من بعد علاقة الحب دي. فياسمين عز ردت وقالت ان لا، انا قوية وانا مش عارف ايه. ولكن اللي عايز اقوله لك يا منى الشاذلي، بتوجه الكلام لمنى الشاذلي، ان مفيش راجل بيمسك فلوس وبيبقى معاه فلوس الا لما بيفكر ان هو يروح يتجوز على مراته، وان هو يسيب مراته اللي كان بادئ معاها حياته. طب انت يا ياسمين كنت متجوزة رجل اعمال معاه فلوس وظروفه مرتاحة، ورغما عن كده طلقك. اما بقى يعني انا بتكلم بشكل محايد. اما بقى الناس اللي هي طالعه، الاعلاميين اللي طالعين وهم اساسا ما عندهمش مشاهدات ولا عندهم اي حاجه، بيتكلموا ان احمد العوضي لولا زواجه من ياسمين عبد العزيز، لولا ما قدر ان هو يبقى نجم ويوصل ويبقى في الصفوف الاولانيه. طيب احمد العوضي لو هو ما عندوش الموهبه اللي تأهله لكده، واللي تأهله للمكان اللي هو فيه دلوقتي، والله ولا مليون ياسمين عبد العزيز كان هيوصله للمكان اللي هو وصل لها. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعني عندنا مثلا هيثم احمد زكي، عن طريق ابوه الكلام دوت قدر ان هو ياخد دور ويظهر للناس، ولكن لم يؤثر مع الناس. عندك يعني اخو كمان امير اخو الهام شاهين، امير شاهين، طلع في مسلسلاته وبتاع ان هو حد يؤثر ولا يبقى من نجوم الصف الاول، ما حصلش. فاللي عايز اقوله لكم ان لو مش موجودة الموهبة عند الفنان لا يمكن يوصل. هو ما يميز احمد العوضي ان هو عنده الموهبة، ولكن كان محتاج ان هو ياخد الفرصة، وخد الفرصة وقدر من خلال الفرصة اللي هو خدها ان هو يثبت نفسه. اما موضوع بقى جوازه من ياسمين او طلاقه او حياته الشخصية ديت، فهو ليه دي حياة خاصة بيهم، هم خاصة بياسمين. وعلى فكرة ياسمين عبد العزيز ما لم يعني ما غلطتش ولا جابت سيرته ولا الكلام دوت، ولكن هي كانت بالبلدي كده كانت بترمي الكلام من تحت لتحت. وهو كمان يعني صرح وقال ان انا انتظروني في حلقة جامدة جدا مع اكبر اعلامية، وهي الاستاذة الفنانة اسعاد يونس. يعني هو كناية ان انت طلعت مع منى الشاذلي، انا كمان هطلع مع اسعاد يونس. وناس كمان قالت ان احمد العوضي
طالع بيقول ان انا رقم واحد وان انا الاعلى مبيعا وان انا الاعلى اجرا. ربطت ده بمحمد رمضان. يعني الناس بتربط الاحداث، آه، كل واحد من وجهة نظره. ولكن اللي شايفه انا ان احمد العوضي فنان دلوقتي فعلا محسوب، ومن اكبر النجوم في مصر والعالم العربي، ومتشاف بشكل كويس. هو فعلا فهد البطل دوت كان من اقوى المسلسلات في السيزون اللي فات، وبقى ليه شأن، وبقى ليه ناس كتير متابعين بيحبوه. الدليل على كده الموجودة المنصات. ادخل شوف المشاهدات اللي بيحصدها أحمد العوضي، وشوف المشاهدات اللي بيحصدها مثلا إعلامية زي ياسمين عز أو ريهام سعيد أو رضوى الشربيني. التلاتة طبعا يعني أصبحت واحدة كانت ماسكة في الرجالة اللي هي ياسمين عز، والتانية كانت ماسكة في البنات اللي هي رضوى الشربيني و... ورهام سعيد. كانت قالت كمان ان هي ان هو احد الصحفيين اللي تابع احمد العوضي كان عايز يتبرع، وكان مش عارف عايز يتبرع للناس الاطفال اللي بيعملوا لها عمليات القلب، والناس اللي عايزه تعمل عمليات. فقالت له لا والله انا مش هخلي احمد العوضي ياخد لقطه على قفايا ومش عارف ايه، وصبايا الخير متكفل بالعمليات. ده انت اخواننا السوريين لما جبت لهم شويه بطاطين قعدت زلتيهم، ولما رحت مش عارف في غزه والكلام ده زلت الناس وقعدت الثورة فيهم، والناس طار وراكي وجري وراكي، واساسا البرنامج بتاعك محدش بيشوفه ولا في مشاهدات عندك ولا اي حاجة. يعني احمد العوضي مش بيحكها فيكي، بالعكس انتوا التلاتة اللي بتحكوها في احمد العوضي. دي كانت ترند النهاردة، واحنا طلعنا نتكلم فيه. ولو ليك رأي او اي كومنت ولا اي تعليق، اتفضلوا علقوا براحتكم وقولوا لي رأيكم ايه في موضوع النهاردة. انتظروني دايما وابدا، كل جديد هتلاقوه على قناتكم، قناة استاذ مصر الاول محمد كريم. اترككم في حفظ الله ورعايته وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.